السلام عليكم. غريب الحب مين فاهمه؟ محدش خالص الحقيقه، بس بنحاول. احدى هذه المحاولات هي نظريه التعلق او attachment theory. النظريه دي بتقول ان الطريقه اللي بنكون بيها attachments او تعلق او ارتباطات باهالينا واحنا صغيرين بتتحكم في الطريقه اللي بنتعلق بيها بالناس ونكون بيها علاقات لما نكبر. وفقا للنظريه في 4 سيناريوهات او 4 انماط. اول نوع السكيور attachment او التعلق الامن، ده الطفل بيبقى عارف فيه انه وقت ما يحتاج الام او البرايمري كير جيفر، الشخص البالغ اللي بياخد باله منه ايا كان، هيلاقيه وان الشخص ده مهتم وقادر ان هو يلبي احتياجاته البيولوجيه والعاطفيه. تاني نوع الانكشس اتاتشمنت او التعلق القلق، ده بيحصل لما الطفل ما بيبقاش متاكد ان هو لو احتاج للشخص الكبير ده هيلاقيه، او انه حتى لو موجود هيهتم يلبي احتياجاته، فبيفضل طول الوقت قلقان من انه حتى لو موجود هيمشي. ثالث نوع التعلق الرافض او المتجنب الافويدنت اتاتشمنت، وده بيحصل لما الطفل بيعبر عن احتياجاته فالشخص البالغ اللي المفروض ياخد باله منه بيعنفه او يتجاهله تماما. واخيرا التعلق المشوش، ده بيحصل لما علاقه الطفل بالبرايمري كير جيفر او الشخص البالغ اللي بيراعيه هي نفسها بتبقى بحالات، مره يلاقيه ومره ما يلاقيهوش، فاستجابه الطفل ده وقدرته على تكوين ارتباطات هي نفسها بتبقى بحالات. الخبر الحلو، عشان طبعا مش هقفلها في وشكم وامشي، ان انماط التعلق مش حاجه ثابته، ممكن جدا تتغير مع التجارب الحياتيه ومع الوقت. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر نمط من انماط التعلق اتكعبلتوا فيه في علاقاتكم، ولو عجبتكم السحله دي اعملوا لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.